السلام عليكم اخواتي وحبايبي ومحبين الصيد. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم برضه يا جماعه فيديو جديد بالريم. احنا بنشتغل فرع رشيد يا جماعه، والناس اللي هي بتسال على البحر الاعمى او البحر الفرعوني، الفحارات شغاله فيه او الكراكات شغاله فيه بتطهره. يعني اول ما يخلص تطهير هيشتغل كويس جدا، اللي هو بقى الدكر الاحمر اللي بنشتغل عليه هيشتغل بدري عشان الارض بلطت مطرح التطهير، وهيشتغل عليه بياض كويس جدا بالليل. والقراميط برضو، القراميط تشتغل عليها بعد الفحار دي بتبقى كويسه جدا في الشغل القراميط اللي هو بيحب صيد القراميط. النهارده هنشتغل على فرع رشيد بالريم، والعده المستخدمه لها كل مره عود رقع وخط 30 وبالرمل 18 والسن كفته مقاس 7. لو ليك استفسار عن اي حاجه في شغل الريم اكتبها لنا في الكومنتات. يلا نبتدي الفيديو كده يا جماعه ونشوف ربنا هيكرمنا بايه. راحتك عليه. بس يا جماعة الناس ملحوظة للناس اللي هي يعني جديدة في صيد الريم وبتاع، المعلمين لا، عشان في ناس بتزعل. لما يبقى معاك سمكة كبيرة زي كده وانت بتصطاد كده كده عكس المية، العود بيبقى راقع عشان ياخد ويدي مع السمكة وخفيف على دراعك، وفي نفس الوقت ما تقرصش عليها واحدة واحدة، السمكة مش هتروح. طول بص حمادة رافع العود فين اهو، العود بتاعك يبقى مرفوع لفوق، مش هتسيب، واحدة واحدة مش هتروح منه. هو بالصلاة على النبي عليه، فردة كيس وفردة سمكة، الفردة التانية مطلعش فاضية حتى لو هتجيب كيس. اه، حتى لو الساعة الفردة التانية مش فيهاش سمك تجيب كيس، تجيب أي حاجة، المهم ما تطلعش فاضية. أنا بوضح بس المشاهدين عم الساحر، ما تقلقش. ربنا يزيدك يا سيدي، ربنا يزيدك. انت بتجيب سمكه وتقعد تتنطط لي بقى طول الفيديو. هو أنا عارف أرمي هو أنا عارف أرمي الصنارة، بس أرمي هي واخده بنتي ولا هي واخده بنتي؟ حزينة. اللهم صل على النبي. مفيش أي معلومة للناس كده يا عم الساحر؟ قول أي حاجة من اللي عندك. كل حاجه. السمكه ماسكه الحوش احسن من الحجاره. السمكة ماسكة الحوش أحسن من الحجارة. ماسكه صباح الحوش شجر صباح. احسن من الحجاره. استنى يا عم بتاع العربية، انت احنا مش هنسمع منك حاجة. طب ها. صباح الفل. بسم الله ما شاء الله. الله ينور يا عم الساحر. نهار ابيض يا عالمي. يا عم يلا بس. يلا، ما هي فيها سمك وانا مش عايز اشد، اهي فيها سمكة. يلا انت بس اشتغل. صباح الفل يا عالمي. انت بعيد قوي، الله ينور. الله ينور يا عم الساحر. ده فرصة ترفص نوبة. اهو بترفض بقالها ساعه. بترفض بره تعمل ايه؟ بره ده مش هينفع. رفصي في العياش. تطعيم عم حماد، عشان في ناس كده بتبقى برضه اول مره لها في الريم، عشان في واحد تعبني قبل كده اول مره اصطاد ريم. اتكلم وانت بتقول كده. اهو وبتحط طرف تحت وتلف دي على الخيط اهي بس. بس ماشي، كل الناس كده يعني، في ناس اول مره تصطاد ريم بتبقى عايزه تفهم يعني.
نتكلم صم وبكم احنا. الله ينور يا عم الناس. استباحة بقى ولا ايه؟ يعني هي دي الاستباحة؟ ها؟ امال بسم الله ما شاء الله انا شايف العيش يعني ما دي استباحة امال حاجه الفيلا ده اهي، الفيلا عايزه اهي. في اللعيبة هاتها اهي. هو اللي جابه لنفسه. بس خلاص خلاص اهو. خلصت يا ابني يا ابني خلصت خلاص. هتعمل ايه يا مسكين؟ 7 الصبح ايش كنت بقول فتحي عليه. خلاص يا جماعة الخير، كفاية كده النهاردة والحمد لله ربنا رضانا. والناس اللي لها استفسار عن اي حاجة اكتبها لنا في الكومنتات. وفي بعض الادوار يا جماعة عشان محدش يزعل مني، الناس كتيرة بتزعل قوي على حوار الدور ده. ففي ادوار والله انا لو عليا هجيبك تقعد فيه، انا مش فارق معايا، اصل انت ما انتش ماشي هتعمل ايه؟ هتاخد ايه من البحر يعني؟ ده بحر مليان سمك بس في ناس بتزعل وبتتضايق من حوار الدور ده، حتى صيادين المراكب. ففي بعض الادوار انا هقول لكم عليها وعلى مكانها زي اللي قلت لكم على الفيديو اللي فات، وفي ادوار انا مش هينفع اقول عليها احتراما للناس اللي هنا او الناس اللي بتعادنا على ادوارها نصطاد عليها. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.